علنا أن نستأنف درسا من دروسنا هذا الكتاب جاء في شرح عمدة الأحكام، ونحن في باب السواك. الحديث الأول في هذا الباب باب السواك. هذا الحديث راويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقد سبق الحديث والذكر عن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي نقل علما عظيما وفقها كبيرا، وفقيه عالم حفظ الله به ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الدين، ونشره وعلمه. وهذا هو ما يقوم به العلماء من نشر العلم وبيانه لمن احتاج إليه. كما أحجنا وأشد حاجتنا إلى أن نتذاكر ما نقل إلينا من علم، إلى أن سطر إلينا هذا العلم. ذلك ما جاء في هذا الحديث قوله فلولا، أو قال لولا. هذا فيه انتفاء شيء لوجود غيره. فلو أو لولا انتفاء شيء لوجود غيره، يعني شيء آخر بسبب غيره انتفي. ومن هنا خفف الحكم أو انتفى حكم الوجوب لوجود سبب. مثلا أقول لولا الباب مغلق لدخلت الدار، فكون الباب مغلق منعني أن أدخل الدار، يعني اتضح في قوله مثلا لولا كذا وكذا لا كذا وكذا. فلولا المشقة وشدتها وأن يشق على الناس لأمروا فيها، أو هذه الأمة، أو أمرت هذه الأمة، أو أمر الناس بأخذ السواك واستعماله عند كل صلاة. لكن بسبب المشقة عدل عن هذا الشيء أو الحكم لوجود المانع أو لوجود غيره، أي من المانع، فانتفى الوجوب لوجود المشقة. نعم. فلولا مثلا شدة مثلا البرد لخرجت مثلا إلى القوم أو ذهبت معهم. فبسبب هذا الشيء المانع بما يعيقه، أو بسبب ذلك مثلا لعله اتضح هذا الأمر، ما استطعت أو ما كان لذهابي معهم. فبسبب المشقة ولوجودها انتفى الوجوب، انتفى وجوب استعمال السواك.
قوله لولا أن أشك على أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم للأمة. لأمرتهم، واللام هنا الآن لأمرتهم، لكان هذا الشيء فيه الأمر للوجوب، إلا أنه عدل من الوجوب بسبب ما كان. قال بالسواك عند كل صلاة. السواك وهو ما سيأتي في بيان ذكر ما هو حقيقته وما قد يكون مقامه. فالسواك هو ما آلة أو عود أو ما يكون، عفوا، من ما يشاس به الفم. والسواك والمسواك ما يدرك به الفم من العيدان، وهو من شجر الأراك، وأفضله ما كان مشهورا من جذورها وعروقها، شجر الأراك، لأن فيه بعض المواد التي تكون فيها شيء مما يزيل البلغم، ومما كذلك من المادة التي فيها ومطهرة للفم، وكذلك مبيضة ومنقية للأسنان. وجعل الله عز وجل في هذه الفوائد وغيرها. بل وعلم على أن هنالك بعض المصانع والشركات أصبحت تستعمل جذور وعروق هذه شجر الأراك وتجعله كبعض التي تكون الأدوية وغيرها والمنظفات للفم، معاجين للفم، لوجود ما فيه من المنفعة. ويقال شاك فاه ويشوكه إذا تركه. فإن لم هنا ذكر قول الفم قلت استاك أو تسوك، والسواك مذكر. قال بعض أهل العلم كالليه وتؤنثه العرب، فقد يطلق عليه مجازا هكذا وهكذا السواك. وقال وذكر صاحب المحكوم أنه يؤنث ويذكر. ويجوز إشكال الهمزة ككتاب وكتب ونظائره. فيجوز إشكال سك، يقال نعم. وجمع السواك، جمع السواك سؤك بضمتين، يصح ذلك، يقال سؤك. وبعد لعل البعض قال المساويك هذه أصبحت لفظة مدرجة. وبعض العبارات استعمالها يجعل لها قبولا، فيقال مساويك مثلا. والبعض يقول لا، ما يجوز أن نقول مساويك لأنها مساوئك، ولا يقال فيها نوع من، وهذا فيه شيء من الزيادة في غير محلها من نقول هذه مساويك، يعني كأنه يقول مساوئك أو كذا، لا ينبغي. وإنما القصد بهذا النية المعلومة. وأشار والأمر بأن يشوش الفم هو يقال له سك،
يعني سك أي يأخذ المسواك ويعمل ما يشوش به فمه، يستاك بفمه، يستاك المسواك في فمه. هذا الأمر هو سك، سين وكاف، حرف السين والكاف. وجمعه كما ذكر سؤك بهمز، بالواو المهموزة. ويجوز إسكانها سوى كن، سوى كن أو نحوه. وقوله أي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المسواك استعماله عند كل صلاة، عند كل صلاة. عند يوجد هنا عند فتحها ضمها، عنده أو عند، ومعناها أي حضور الصلاة. إذا حضرت الصلاة ودنوت الصلاة وقربت الصلاة. والمراد هنا ظرف، كأنه ظرف أراد به ظرف ماذا وقتها، وقت زمن، زمن الصلاة، وقت ظرف زمان هنا، زمن الصلاة، ظرف زمان ولعل ومكان. كان عند هنا عند ظرف ماذا يكون؟ ظرف مكان، جلست أو عندك أو نحو ذلك، أي بمكان الذي يكون عندك عن يمينك أو نحوه. فهي ظرف زمان ومكان، مكان وزمان. نعم. يقول هنا ولا يدخل عليها من حرف الجر إلا نعم، ولا يدخل على حرف الجر من حرف الجر إلا من، أي حرف من حرف الجر لا يدخل إلا من عندك ونحو ذلك. عندك، ويكون كسر العين أفصح وأبين وأوضح وأشهر. عندك. ففي هذا الحديث في استدلالات نأتي إليها. أولا استدل البعض في قوله على أن الأمر الوجوب، وهذا وإن كان هذا قول، وقول أنه، وهذا استدل كما قال لولا، وهذا كأنه فيه شيء من وهذا قول لعله مردود بما جاء في الحديث. إنما هو الوجوب، لا كما قال لا للاستحباب، وإنه ثابت عند كل صلاة، مقتضى الأمر الوجوب، ولولا أن آمر للوجوب. وهذا خلاف ما عليه، ما لم، وهو في مشقة، معنى أنه أمر به ولم يوجب به. ولكن هنا فيه أهل الحق في ذلك مذهب جميع العلماء استحبابه، هذا هو الذي دل عليه. نعم. هم ذكروا هذا في البداية على ما جاء به لولا من الدلالة، يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. يعني إذا وجدت المشقة أو، لكن إذا لم توجد المشقة، لأي المشقة أصبح الوجوب. لكن الاستحباب هو الحق، وما ذهب إليه جميع العلماء استحبابا، كما هو بين في هذا الحديث. وهو مذهب كثير من أهل العلم. وقد ذكر عند بعض أهل العلم الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي أن يعني لو تركه لا يبطل الصلاة. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وأن تركه عمدا يبطلها. وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي هذا النقل عليه. عن داود المنقول أنه سنة، ولو صح لم يكن خارقا للإجماع.
فكونه هذا ممن ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لكنه الحق فيه أنه مستحب، ودليل على أنه بل أنه كذلك مما يستحب ويندب إليه وليس مأمورا به. كذلك فيه جواز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد به نص من الله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كون الأمر أو الشيء لم يرد فيه آية أو دلالة أو كذا، آية أو نص من القرآن في كتاب الله وجاء به، أو الحكم بان للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فله أن يرى فيه كذا أو كذا أو يجتهد فيه بما يراه. لعله اتضح هنا. وهذا عند مذهب كثير من بعض أهل الفقه وفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم. نعم. وفيه بيان ما كان عليه من أن هذا الدين فيه رحمة وشفقة ورفق بالناس، فلا يشق عليهم ما لا يستطيعون، ولا بد أن يتبين لنا في هذا الأمر كما جاء في هذا الحديث. هذا الدين دين رحمة وشفقة، فلا يأتي الإنسان يغلظ على الناس ويشق عليهم ويشدد عليهم في أمر فيه سعة، وخاصة في مسائل الفتاوى التي الناس يتفاوتون فيها، أو قد يكون فيها شيء من تغيير المحل. ما معنى تغير المحل؟ أو المكان، أو تغير الحال، وهذا بين. فتغير الحال مثلا الشاب الفطن المستطيع الكذا في بعض المسائل والأحكام غير ما كان إذا كان هرما، أو الذي الصحيح غير السقيم، وهكذا. فتراعى الأحوال، وهذا الدين دين رفق. أيضا فيه استحبابه، يعني أخذ السواك عند الصلاة وعند الفريضة أيا كانت فريضة أو نافلة. وكذلك هذه النوافل تختلف، خاصة إذا تكررت في زمان، فالأولى يحرص عليها مثلا الفرائض حيث المسجد، السنن الرواتب ونحوه، الضحى. سيأتي كذلك حالات تحب فيها الوضوء مثلا، إذا أراد يتوضأ الإنسان فإنه كذلك يستعمله عند الوضوء، لأنه في محل أو طهارة وتنظيف ونظافة، فهذا يكون كمال. كلما كان المسلم على أحسن أحواله في التقرب إلى الله جل وعلا، وكان على كمال من النظافة والهيئة والطهارة لفمه ولثيابه ولزينته وخشوعه، ويكون أكمل وأقرب إلى الله جل وعلا. أو أليس قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر باللباس في الزينة، ليس الواجب، بل استحب لما هو فوق الواجب. وكان أهل السلف يستحيون للصلاة، وكان بعضهم لا حلة يلبسها إذا قام الليل، بل يجمرها أي أنه يضعها تحت، كما أثر عن بعض السلف، يضع تلك الحلة وتلك الأباء التي يلبسها على فيه من البخور أو نحو ذلك، طيب الرائحة الطيبة، حتى ثم يصلي بها ويقوم الليل. وكذلك ما معه في صلاة الجمع والجماعات، وما يتخذونها من أحسن هيئة اللباس الحسن
في ذلك. أيضا فيه استحبابه في الدليل للصلاة الواقعة بين بعد الزوال للصائم، وهو قول كما ذكر بعض العلم كما قول الشافعي نذكره هنا، قال حكى الترمذي غير أنه لا يكره ولا يكره في وقت من الأوقات، لا يكره في وقت من الأوقات. وقال أبو يعقوب البوطي في كتابه عن الشافعي هو من كتبه الجديدة في كتاب الصيام، ولا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، والذي نص عليه مختصر المزني عليه جمهور أصحابه كراهيته بعد الزوال. وهذا قول كرهه بعض، وهذا ذكر بعض أهل العلم على هذا، إلا أنه لا فرق بين استعمال السواك أي وقت كان للصائم، والبعض قال بعد الزوال. والحجة في هذا لعلها تكون فيها شيء من الوهن، لما قالوا من القياس على دم الشهيد، من أنه لا يزال عن الميت لكونه ميتا، زال عنه التكليف ويبقاه متعلق بالإحياء المكلفين، يكون علامة له يوم القيامة وشهادة له على بيعه نفسه لله تعالى، وفي كون الخلوف من الرائحة الكريهة للصائم. هنا استدل بهذا، نتنبه وسيأتي الرد إن شاء الله. يقول لأن الخلوف كما قال في كون الخلوف من الرائحة الكريهة للصائم بعد الزوال غالبا، يكون بعد الزوال غالبا، يعني لما يشتد الجوع وكذا بالإنسان أو كذا، يبدأ بعد الزوال يبدأ به نوع من الخلوف يكثر به، فلو شاك فمه أو شاس فمه لذهب. وهذا القول فيه نظر، سنأتي نذكر شيء من ذلك. قال ولا لا ينبغي إزالتها لأنها أطيب من ريح المسك عند الله تعالى، لأنها لأنها عبادة ناتجة عن عبادة، الخلوف ناتج عن عبادة وطاعة، ومن هنا كان أطيب عند الله من ريح المسك. وما هو عند الله لا يتصور زواله مردودا بكونه شيء الواحد له حكمان عند الله تعالى، أحدهما بالنسبة للدنيا، يعني كونه عند الله له حكمه وقبوله، حتى ولو كان انظر قال في الدنيا له حكم، هنا توسع القول فيه، لكن من باب البيان ما ذكر في هذا في الدنيا أنه فيه شيء وكذا وكذا من الريح، نقول باختصار. والثاني بالنسبة للآخر فالخلوق إن كان طيبا عند الله فالمراد رضا الله وقبوله بفعل العبد وثناؤه عليه، ولا شك أن ذلك ثابت في الدنيا والآخرة. وأما أنه لا يزال في حكم الدنيا لما يترتب عليه من الأذى للصائم ومن جالسه من الملائكة والآدمين فلا. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعموم قوله في الحديث عليه عند كل صلاة، معنى الخلوف إنما هو عبارة عن الرائحة الكريهة الناشئة عن خلو المعدة. اتضح هنا، هذا الذي الآن بدأنا به والرد على هذا. إنما الرائحة الكريهة الناشئة عن خلو المعدة من الطعام والشراب، وليس قال كما ذكر قال هنا السواك مطهر للفم مرضاة للرب، فكيف يقال على أن السواك له حكم وهذه الرائحة له حكم؟ نحترم أهل العلم وما قالوه واجتهاداتهم، لكن هذا له حكم وهذا له حكم. الرائحة التي تقول بالفم بسبب ما في الفم، هذا شيء تحتاج أن يطهر بالسواك. وأما الرائحة التي تكون من خلو المعدة فهذا خلاف. فاختصارا البخر بسبب الفم،
يقال له بخر، وهذا كما يقال أن السباع أو الأسد يقال له بخر بسبب أنه اللحم يكون بخر في فمه بسبب ما يكون. فكذلك الإنسان يكون بخر في فمه، فلما يشوش فمه ويطهره كان أفضل له. وهذا هو ما دعت إليه السنة، وهو ما دعا إليه أن يطهر العبد المسلم فمه. وأما ما يكون من الخلوف بسبب أمر طرأ على المعدة وخلو المعدة، هذا له حكمه. فالخلوف إنما هو عبارة عن ماذا؟ الرائحة الكريهة الناشئة عن خلو المعدة من الطعام والشراب. السواك لا يزيله. هل السواك سيدخل إلى المعدة ويزيلها، أم أنه سينزل فيه مادة تنزل؟ لا، السواك للفم، للثة، للسان. أما ما يكون من نشأ من خلو المعدة يبقى، هذا معلوم. نعم. وهم ذكروا هذا لعله قال يخفف أو يجتهدوا في هذا، أن يخفف الريحة من الفم أو نحوه. مع أنه ثبت في الصحيح يقول ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والمطلق هنا يحمل على المقيد، هذا مطلق بالنسبة إلى الأحكام، لا بالنسبة إلى ما عند الله، فإنه مطلق على مقيد. فاستوى هو دم الشهيد في كون، يعني هو دم الشهيد استوى في هذا، دم الشهيد فيه حمرة وفيه كذا وكذا وكذا، ولكنه أطيب عند الله بالريح. وكذلك الخلوف، فهذه كلها موصوفة أنها طيبة أو بالأطيبة أو بالأمور الطيبة يوم القيامة، أنها أمور طيبة حتى وإن كان فيها ما فيها من الريح وما يعقبه في الدنيا، واللون وما يكون حاله في الدنيا، ولكنه أطيب من ريح المسك يوم القيامة. فأما حكم الشهيد في الدنيا، دمه، دم الشهيد أي كان دم، ماذا حكمه؟ نجس. نعم، باتفاق على المكلف. كذلك حكم القول في الدنيا الكراهية، وهو مكروه للبقاء مع وجود التكليف، وكيف وهو غير متصور الزوال. والسواك يخفف آثار فاستوى في الدنيا كونهما أطيبين عند الله بالمعنى الذي ذكر هنا أو ذكرنا كما يقول في الدنيا وفي يوم القيامة. ويزالان على المكلفين في الدنيا أحدهما وجوبا والآخر استحبابا، وجوبا والثاني استحبابا. وتكون فائدة الحديثين في دم الشهيد والخلوق الحث على طلب القتل للشهادة، وعلى الصوم وعلى الصوم الحامل على كسر النفس ومعرفة نعم الله تعالى بالشبع وغيره، ورؤية فضل الله تعالى وطلب ثوابه، لا إزالة الخلوف. واضح هنا؟ نقول الإنسان مثلا هنا طلاق مقيد، هذه نكتة فكية. إذا لا يقال أن الإنسان لا يصوم بسبب أنه سيخرج من بطنه وخلو معدته كذا وكذا، لا، بل ما يكون من في كذا من الخير والبركة والريح الطيب بسبب ما يقع، وإن كان يرى على أنه في الدنيا فيه كذا وكذا من الريح، إلا أنه طيب عند الله جل وعلا، فيبادر بالصيام لما فيه من الأجر والثواب. وكذلك القتيل أو الشهيد في المعركة، فإنه حدث له ما حدث ويقاتل، فيوم القيامة دمه كذلك. و... وإن كان حمرة أو أن نجسا لكنه طيب.
كذلك أخذ أو استعمال هذا السواك للمصلي ويتطهر به عند كل صلاة، بكل صلاة استحبابا. كذلك حتى وإن كان صلاة أيا كان، قال كل صلاة، وهذا مطلق أو عموم حتى لو كانت ركعة واحدة، إنسان أراد أن يوتر بواحدة ومعه سواكه فإنه نال ذلك الفضل والأجر وشاس فمه. وكذلك وإن مثلا صلى الجنازة أو صلى الضحى أو نحوه فإنه يستعمله استحبابا وطلبا للأجر والثواب عند الله جل وعلا. وإزالة ما يكره في الفم كذلك، وكذلك استعماله كما أيضا وقت الوضوء والطهارة. استعماله يكون باليد، بعض أهل العلم قال اليمنى ومنهم قال باليسرى، وأثر عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد المستحب أخذه باليسرى، وكأنه نظر إلى أنه آلة إزالة عند الإمام أحمد على أنه باليسرى. لماذا؟ لأنه يزيل أشياء أو أذى، يزيل شيء، وكونه يزيل شيء فإنه يكون بأخذه. والبعض جعله باليمنى من باب التكريم، أنها من باب ما يكون أشبه مشابهة في الشرب أو أكل أو نحوه، باب التكريم، شيء يدخله في فمه أو يقربه من فمه أو يضعه في فمه فجعله باليمنى. وهذا اجتهاد وأقوال أهل العلم. إذا كان هناك شيء يزيله وشيء يخرجه من فمه فأنه إزالة أذى يكون باليسرى، وهذا مما نرى. لأن أحيانا يبقى شيء من الأمور معلقة بالفم أو بين الأسنان أو نحوه، أو بلغم قد يأخذه أو قد، لأنه ورد كان حتى على لسان صلى الله عليه وسلم يقول هكذا الحديث المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث. فهذا فيه كذلك أن يكون باليسرى. والبعض قال عند الوضوء مثلا، الله أعلم، هذا الذي أيضا مما بدا لنا وذكر، لأنه موضع إزالة وكذا. وعند الصلاة إنما هو قد تمضمض وأثار ونقى أسنانه وفمه، ولكن استعمالهم كذلك كما جاء بالحديث، وإذا استعمله باليمنى. وهذا قول. نعم، السواك مستحب في جميع الأوقات والحالات، إلا ما ذكره عند بعض أهل العلم، وهو بعض أهل قول بعض الشافعية كما ورد قبل قليل لكم، وهذا قول عندهم. أيضا يتأكد الأمر به في مواضع عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم، سيأتي أحاديث كذلك، وعند تغير رائحة الفم، إذا بدأت رائحة الفم تتغير فنستعمل السواك. ويؤكد بل أنه بعض أهل العلم وعندما يأكل رائحة أو طعام فيه شيء من مثلا نحو، أو السكوت الطويل، إذا سكت طويلا قد يكون الفم قد تغير أو أصابه شيء من عندما ينضم الفم كثيرا ولا تخرج منه الرطوبة وتبقى الرطوبة حالة فيه، قد يكون فيه شيء من أنه أو بحاجة للسواك. وذكر بعض أهل العلم كلام كثير كذلك، إذا بدأ يتكلم كثيرا
فالذي يتكلم كثيرا يطيل الكلام كثيرا كثيرا فإنه قد يحتاج إليه لسبب على أنه كذلك كثرة الكلام قد يصيب شيئا من كذلك الرطوبة أو ما يكون من بعض العبارات أو كذا فيحتاجه كذلك كما أثر. أيضا ينبغي أن يكون هذا السواك كما ذكرنا لكم لعود الأراك أنه ويكون لين لا يكون فيه شيء من اليبوسة الشديدة التي قد تؤثر على اللثة وتصيبه بشيء. وشجر الأراك معلوم منتشر في الحجاز بلاد الحجاز شمالا وجنوبا وهو من شجر الأراك نفسها أو من جذورها وهو طيب أقوى لما فيه من بعض المادة التي تكون فيه مطهرة. نعم. فيحذر الإنسان بالشيء الذي قد يؤثر يابسا أو يكون ناشفا قد يؤثر قد يكون رطبا سهلا لينا وهكذا. ويجلس السواك أحيانا أيام يومين أو ثلاثة أو نحوه. بل بدأ في هذا الوقت الأخير بدأت بعض الشركات تعده وتضعه ويعبأ في تعبئة خاصة يوضع في تعبئة ويوضع في غاز المهدرجين من باب المحافظة عليه واستمر إلى فترة في هذه في أوقات في درجة حرارة مناسبة حتى لا يصيبه نشوفا لكنه لا يتأخر في بقائه لو كان قريبا من وقت خروجه من الأرض فلعله 3 أيام أو نحوه ثم يصيبه من النشوفة الكثيرة وهذه النشوفة قد تؤثر. فلو بلل بالماء هذا من باب ما يكون من حال الناس أو جعل في تحت خرقة مبلولة حتى يكون أقرب إلى لعله يكون أطول مدة ويستخدمه صاحبه أكثر من أن يبقى له يوم أو يومين أو 3 بل أنه إذا بلل تحت خرقة نظيفة مبللة أنه يستمر أكثر من ذلك. وأثر على أن يحرص عليه السلف بل كانوا يوم الجمعة أحدهم يأخذ سواكا غير سواكه يعني من باب الحرص كما أثر على بعض السلف. وممن عرفنا من هذه الأزمنة ممن كانوا حتى لو البائع الذين يبيعونه غلوا فيه شيئا قليلا من الثمن قالوا لا غضاضة فهو سنة ونشر السنة ومن هذا القبيل. ولكن الذين كذلك الباعة يجب أن لا يستغلوا هذا ويشغالون في ثمنه كما نرى البعض منهم في أوقات قطعة يسيرة مقدار 4 أنامل أو نحو ذلك أو كذا مقدار الكف قد يبالغ فيه بالثمن. لا ينبغي بل يعين على نشر السنة ليس يكثر على الناس في نشر السنة وهذا الأفضل. استخدام المعاجين وهذه لعلها تقوم مقامه وتبذل مكانه لكنها هي الغاية من ذلك تطهير الفم. فلو لم يجد سواكا أو مسواكا ثم استخدم هذه فعله تكون بدلا عنه لأن بعض المعاجين كما ذكرنا لكم قد بعضها مستخلصة من بعض شجر الآراك أو من جذوره فلا بد أن يكون لينا لأن حتى لا يتأثر الفم ويدميه أو يجعل شيء أو يكون شيئا يشد فهذا قد يؤثر على الفم وعلى الصائم.
فيكون شيئا فشيئا إمراره، وكذلك على طرف اللسان وكذا الأضراس حتى يزيل ما بها، وبين الأسنان والأضراس، وحتى يزيل ما يجد من شيء يعلق من شيء فيها، واستعماله طيب للذكر والأنثى، ويعلم به ذلك الصبيان الصغار. هذا شيء من نشر السنة. ثم قال في الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، يروي لنا هذا الحديث هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وهو بين فهو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، اسمه سيد تصغير حسن، ولقب به وهو مصغر حسن، اسمه حسين وهو مصغر حسن. وهو رضي الله عنه وأرضاه لقب باليمان، هذا اسمه حسين، ولقب ب نعم باليمان. ولقب به لأنه جد أو جده جروس، أي أصابه دم في قومه فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان، أنه حالف اليمانية، فلقب بلقبه. نعم، جابر بن عمرو، ربيعة بن جروس بن الحارث، بن مازن، بن قطيعة، بن عبس، بن ضغير، بن ريث، بن غطفان، بن سعد، بن قيس، قيلان بن مضر، بن نزار، حليف بني عبد الأشهل، يكنى أبا عبد الله. وحكى أبو حاتم بن حبان أنه يقال في كنيته أبو سريحة، ويقال نسبته عبسي قطعي، يعني أنهم بني عبس، وهو من حلفاء الأنصار. وأمه اسمها الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الأشهل. شهد حذيفة وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وقتل أبوه يومئذ، قتله المسلمون خطأ، وكان أراد أن يشهد بدرا فاستخلفهما المشركون ألا يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، استحلفهما المشركون ألا يشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفا له. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا من أدبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وفائه بالعهد وحفاظه حتى على دماء المسلمين. فهل عرف الآن الذين الآن يضجون بالمسلمين في شراك أعداء الدين، هل عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفوا هديه؟ هل عرفوا هذا الحق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى لهم ووفى لهم، قال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فيا حبذا لو عرف المسلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الآن متحمسين إلى المعارك وإلى الجهاد
نحوه. يقول الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتمنوا لقاء العدو. ويقول الله: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن إذا ابتلى الإنسان بهؤلاء وأصبح لا يكون حيلة إلا مثل هذا، فنعم يدافعهم. لكن إذا وجد ما يدافع به الأعداء حتى ينصرف كيدهم وتحفظ دماء المسلمين، فهذا الأصل والأولى، خاصة في هذه الأزمنة. لا بد أن نعلم ألا أن حتى ما بأيدينا من الوسائل ونحو ذلك قد سلط عليها هؤلاء الأعداء، وقد أصبح لهم شيء من الدراية بكثير مما يدور حولنا. فلا بد أن نحكم أمرنا، وأن نكون ذا همة في العبادة والطاعة والاستعانة بالله جل وعلا، وتأليف المسلمين وتقويتهم حتى يدحر الله هؤلاء الأعداء. نعم، إذا حمل الوقيس وأصبح التقى الجيشان هذا أمر آخر، لكن لماذا أجعل هذا الشيء يحدث وهنالك من الحلول في مدافعة الأعداء؟ والمتأمل لحال المسلمين الآن في هذه الأزمنة يدرك هذا. المتأمل لحال المسلمين في هذه الأزمنة يدرك مثل هذا. ولكن الأخطر من ذلك لما يأتي أناس الآن بدل أن يحافظوا على دماء المسلمين ويناصحوا المسلمين بالحق، بالكلمة الطيبة، بالتراحم، بالتآلف، يكفرون جنود المسلمين الذي يكفر جنود دولته وحكام دولته وولاة الأمر. كيف سيكون الحال؟ ويريد أن يجاهد. بماذا يريد أن يجاهد؟ بمن؟ ويجاهد من؟ هذا فكر الخوارج. بدل أن نذهب للذين اعتدوا على المسلمين، أصبح هو الذي يعتدي على المسلمين يدا عليهم، ويؤجج العامة على الجنود وعلى الشرطة وعلى ولاة الأمر. عجبا لمثل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم وفي معركة في بدر ويحتاج العدة ونحوه، ولما فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. نعم. وكان حذيفة ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أخ اسمه صفوان، شهدا معهم أحد، وكان حذيفة من كبار الصحابة رضي الله عنهم، من كبار الصحابة، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قريش يوم الخندق، وجاء بخبر رحيلهم. وكان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين واحد واحد. وسأله عمر، سأل حذيفة من اليمن، أنت من شدة حرص عمر رضي الله عنه وأرضاه وحرصه وخوفه على دينه رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر الفاروق. وهذا يدل على حرص الصحابة وحرصهم لدينهم، ليس اتهاما، لابد أن يعلم هذا. فقال له: لست منهم، أو من هذا القبيل أو هذا. وكان يوم أن نرى حذيفة يصلي على شخص صلى وراءه معه، وإذا لم يصلي عليه لم يصلي عليه عمر كذلك، ولم يشهد كذلك. فقد أخبره وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة له حديث بين، نتنبه لهذا الحديث نقف عنده يسير. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر.
أسأله عن الشر. لما قال مخافة أن يدركني. وهذا الحديث معلوم في الخوارج وما يكون من حالهم. الصحابة أشد حرصا وتمسكا بالدين، فإن من السعادة المسلم أن يكون متأسيا بهم، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسترشدا بما كانوا هم عليه، بما قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال علي رضي الله عنه وارضاه: كان حذيفة أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. وروي عنه أنه سأله عمر عن الأيام التي بين يدي الساعة من يعقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: هات، فلعمري إنك عليها لجريء. ثم ذكر له منها. وسئل هنا، كان يسأل كما هو بين الفتن، أشد الفتن يعرض عليك الخير والشر، فلا تدري أيهما تركت. وقال حذيفة: لا تقوم الساعة حتى تسود كل قبيلة، نسأل الله العفو والعافية، يقول منافقيها. وقال أبو عمرو بن عبد البر: وشهد حذيفة نهاوند، فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الراية، وكان فتح نهاوند والري ودينور على يد حذيفة، وكانت فتوحه كلها سنة وعلى الحق وعلى الخير وعلى الهداية. وكانت هذه الفتوحات متقاربة في الوقت والتوقيت، ألا كانت في وقت محدد كما ذكر الله أعلم في 22. وروي له الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ما ذكر من ما لها، فقال: اتفق على 12 حديثا، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب7، والله أعلم. وروى عنه جماعة من الصحابة، وروى عن حذيفة جماعة من الصحابة كعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخمطي وابو الطفيل عامر بن واثلة الليثي وعبد الله بن حكيم الجهني وخلائق كثيرون من التابعين رووا عنه رضي الله عنه وأرضاه. علّه مات سنة الله أعلم 36 بعد قتل عثمان ب40 ليلة في أول خلافة علي رضي الله عنه. وقيل توفي سنة 35، وهو ولعل الأول أصح لمن تابع منكم أيها الفضلاء من بحث في هذا، أنه كان في 36 بعد قتل أو مقتل عثمان بنحو 40 ليلة، شهر زيادة. نعم. وكان موته بعد أن نهى عثمان إلى الكوفة، وكان حذيفة ساكن الكوفة. هنا في هذا الحديث فيه الأمر بالسواك واستعماله، والنبي كان إذا يشوص فاه بالسواك، وشاص يشوص شوصا، والشوص هو ما يكون بإدخال الفم، إدخاله في الفم، أي السواك. وغيره قال: شاص يشوص وماصه يمصه إذا غسله. والشوص أيضا دلك الأسنان بالسواك عرضا. ذكر في الشوص يشوص الشيء، يعني كأنه يدخل في فمه ويبلله بالفم وبما في فمه.
لعل اتضح هنا، يبلله، يكون يبتل حتى يبتل، ثم بعد ذلك يدلك بها أسنانه كما قال إذا غسله. والشخص أيضا قال دلك الأسنان بالسواك. أظن قال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي والخطابي وغيرهم قيل هو التنقيح، ذكر أبو عبيدة، وكل ذلك متقارب، يعني كأنه يضعه ثم يبلله ثم كذلك. هذا الحديث كما هو بين فما يكون من قيام الليل وتخصيصه بالسواك. الإنسان إذا انتبه من نومه أو قام من نومه فإنه يستعمله. كذلك استحباب السواك في قيام الليل من النوم، لأنه لما كان الإنسان وقت طويل علّه يتغير فمه، فينقضه بهذه الآلة وهذا التنظيف للفم بسبب النوم. ويستيقظ من النوم كذلك يعم بسبب النوم، فإنه يستعمل السواك. هذه الأحاديث وهذين هذان الحديثان كان فيهما الحث على السواك واستعماله عند الصلاة، وبيان ما له من الأحكام المتعلقة به، وكذلك عند الانتباه من النوم. والإنسان يحرص عليه ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما استطاع استحبابا ولا يشق. أيضا في هذين الحديثين فيه عدم المشقة في أوامر الدين، وأن الله لا يأمر الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستطيعون بل بما يستطيعون، وهذا فيه رحمة هذا الدين وتعاليمه، وأن تكاليفه رحمة بالناس، فالإنسان ما استطاع أن يأتي به فهو أولى. كذلك فيه أيضا أن هذا الدين دين رحمة ونظافة وطهارة، وكذلك ينأى هذا الدين عن الإنسان أن يكون مما قد يقع على نفسه أو يقع شيئا مما يكرهه الناس منه، فلما يكون طاهرا وطهرا لفمه فإنه كذلك لا يكون في شيء مما يؤذي به الناس والآخرين. هذا مما تبين لنا مما أو ذكر وقد سبق ما ذكر في هذين الحديثين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، سلوك سبيل أهل الرشاد، فوفقنا فيه من خير وجرى على ألسنتنا من خير أو حق فهو من الله تبارك وتعالى، ومن كان من خطأ أو نقص اتهم به نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.